اهلا بيكم في صفحتي مملكة الحلويات. في فيديو النهارده هنحضر وصفة لذيذة ومهمة جدا على سفرة رمضان، وهي بلح الشام. هنحضره النهارده ونقول كل اسراره وطريقة تحضيره ومكوناته. تابعوني لغاية اخر الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة معايا هنا هنعمل السيرب التقيل بتاع بلح الشام، وهو عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية من المية، معلقة عسل جلوكوز، نص عصرة ليمونة على البوتاجاز لمدة 10 دقايق. وبعد كده بيغلي بطفي عليه، بسيبه يبرد، بحطه في برطمان، بحطه في التلاجة طبعا لو انا مش هستخدمه النهاردة. اما بقى لو انا حابة اضاعف المقادير ديت علشان انا بستخدم السيرب التقيل ده في كل وصفات رمضان، هنعمل ايه بقى؟ هنحط 4 كوبايات من السكر، كوبايتين من المية، معلقتين من عسل الجلوكوز، ليمونة كاملة، وبسيبهم على البوتاجاز لمدة 10 دقايق، وبحطهم بعد ما بيبرد في برطمان وبحطه في التلاجة علشان انا بستخدم العسل التقيل ده في كل وصفات رمضان. زي ما انتوا شايفين كده هو اساسي جدا جدا. اما بالنسبة لعسل الجلوكوز طبعا ناس كتير طبعا سألتني عليه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزل طريقة عسل الجلوكوز ازاي. انا عارفة طبعا انا اتأخرت في الفيديو ده لان ناس كتير بصراحة طلبته مني، فطبعا اسفة جدا وبعتذر. زي ما انتوا شايفين كده على البوتاجاز ببتدي ان انا اخلص السيرب التقيل بتاعي عشان انا هنا هشتغل بيه على طول. طبعا زي ما احنا اتفقنا نعمل السيرب التقيل بنستخدمه في الكنافة وفي القطايف وفي بلح الشام وفي لقمة القاضي. ده استخدام السيرب التقيل اللي احنا بنستخدمه في كل وصفات رمضان. بنخليه كده على جنب في التلاجة علشان ان هو يكون جاهز عندي، مش لسه بعد كل ما اجي اعمل كل وصفة طبعا اقوم عاملة السيرب ده. طبعا فمبقاش فيه وقت، فطبعا ممكن اعمل السيرب واخليه بحيث ان انا كل ما اجي اعمل مثلا حاجة يبقى عندي جاهز. فطبعا يخلص عندك مقدار الكيلو اعملي كيلو تاني. نعمله يا جماعة كيلو من يعني مش محتاجين ان احنا نعمل اكتر من كده. متفقين طبعا احنا هنمشي بالظبط على الخطوات خطوة خطوة علشان نطلع احلى سيرب تقيل، وكمان نطلع بلح الشام نطلعه بكل حرفية مقرمشة جوسي من جوه وشارب القطر بتاعه. بجد هنطلع احلى بلح شام. نشوف بقى خطوات بلح الشام بتاعتي عبارة عن ايه. كوباية ونص من المية، معايا معلقتين من الزيت، وهحط نص معلقة من السكر، نص معلقة واحدة يا جماعة من السكر علشان طبعا انا مش حابة ان انا احط كمية سكر كبيرة علشان بلح الشام بتاعي لما اجي احمره في الزيت ما يحمرش معايا يا جماعة ويدي لون من بره على طول ويبقى ني من جوه. فعشان كده بنضطر ان احنا نقلل كمية السكر علشان ما يخليش البلح الشام بتاعي ني من جوه. الدقيق بقى بتاعي هنا كوباية وربع من الدقيق، هحط عليهم معلقتين من النشا، معلقة واحدة من الكاستر، وببتدي اقلب فيهم حلو على البوتاجاز قوي. اهم حاجة ان انا على طول حطيت الدقيق وبعد كده نزلت بالباقي عشان انا مش عايزة كمية سوائل كتيرة تتبخر من المية بتاعتي. وببتدي ان انا اقلب فيهم حلو جدا، مش عايزة اي تكتلات في الدقيق تكون موجودة في الخليط بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده اهدي النار يا جماعة وابتدي ان انا اعجن في العجين بتاعتي على البوتاجاز كده بالسباتولا علشان تكون خلاص كل الدقيق بتاعي اندمج. معايا هنا بقى بيضتين وكمان باك فانيليا لغاية العجين بتاعي كده ما ابتدى يبرد خالص، وببتدي ان انا احطه في العجان. مفيش عجان عندك ممكن تعجنيهم بايدك، مفيش اي مشكلة. طبعا العجينة بس بتاعت بلح الشام بتبقى عجينة طبعا تقيلة زي ما احنا شايفين. بنزل بالبيض بتاعي بيضة بيضة، وبعد كده لغاية العجينة ما تتماسك معايا زي ما انتوا هتشوفوا كده، وببتدي ان انا بقى احضر الكيس الحلواني بتاعي. طبعا البيض ما بينزل على العجينة يا جماعة بيبقى بالطريقة ديت لما يكون في عجان. زي ما انتوا بقى شايفين كده خلصنا العجينة بتاعتنا، عجينة تقيلة
بحضر التيب بتاعي وكيس الحلواني. التيب بتاعي FT 6، فطبعا لو موجود عندك FT 7 كان بيبقى من الافضل، بتبقى الفتحة واسعة شوية. وبعد كده ببتدي ان انا احط العجين بتاعي في كيس حلواني. اهم حاجة يكون كيس حلواني قماش، اما كيس الحلواني البلاستيك طبعا هيتفزر معاكي طبعا على طول، مش هيستحمل خالص العجينة بتاعة بلح الشام عشانها عجينة تقيلة. وموجودين يا جماعة عند اي مستلزمة حلويات، اي مستلزمات حلويات متواجد عنده التيب وموجود عنده كيس الحلواني. بتقولي له التيب، بتقولي له FT 6 او اللي بتاع بلح الشام. وكمان قمع الحلواني متواجد يا جماعة ومتوفر جدا. حضرت بقى هنا الزيت بتاعي وكان زيت بارد، ما يبقاش الزيت يا جماعة زيت سخن، الزيت بيكون زيت بارد، ما بكونش لسه ولعت عليه. وببتدي ان انا اضغط عليه كده وبنزله في الزيت واحدة واحدة بالمقص بقى بايديكي، مفيش اي مشكلة. بالحجم اللي انت بقى عايزة تنزليها كبيرة شوية صغيرة مفيش اي مشكلة. لكن طبعا لو هتطلعي منه اوردرات بتنزليه طبعا بطريقة متناسقة زي ما انتوا شايفين كده. احنا عشان هنا طبعا طلعنا منه شغل، وكمان عملنا منه اللي هو طبعا محشي كريمة. طبعا كان طعمه يا جماعة في حتة تانية خالص. نتابع الفيديو خطوة خطوة علشان هتطلعي منه احلى شغل. لو انت بتطلعي اوردرات بجد كان طعمه في حتة تانية خالص، هتطلعي احلى بلح الشام. بس اهم حاجة بنمشي على الطريقة والمقادير بالظبط، ما نغيرش يا جماعة في الطرق. حابة تطلعي كمية أكبر من دي بتشوفي طبعا المقادير وبتضاعفيها عشان تطلعي كمية أكبر. العسل طبعا بتاعي هنا بعد ما برد بقى، شايفين يا جماعة لونه وشايفين تقله عامل ازاي. بجد العسل طبعا مهم جدا في تطليع طبعا الوصفة ان هي تكون ناجحة، لان طبعا العسل بتاعي لو طلع خفيف يطري بلح الشام. لو انت عاملة طبعا قطايف بتطرى، لو انت عاملة كنافة طبعا بتحس ان هي بايشة. فطبعا لازم السيرب العسل اساسي او السيرب اساسي جدا جدا في ان هو يطلع تقيل، عشان بيبقى سر وصفات نجاح الشغل بتاعك او اللي انت بتقدميه في بيتك. او لو بتطلعي الشغل اونلاين فلازم السيرب بتاعي يكون تقيل. اساسي يا جماعة برضو في نجاح الوصفات ان انت بعد ما بتخلصي مثلا صينية الكنافة او بلح الشام والقطر بتاعك طلع خفيف، طبعا الحاجة ما بتطلعش على ما يرام طبعا جدا. لو قطايف بتطلع طرية، بلح الشام طبعا هيطلع طري، مش هيطلع مقرمش، مش هتسمعي الصوت اللي انت سمعتيه في بداية الفيديو. لازم اهم حاجة يا جماعة نمشي على الطريقة والمقادير بالظبط. طبعا بلح الشام انا ما قدرتش اجي جنبه واقلبه غير لما ابتدى يتشمع معايا خالص. مجيش جنب بلح الشام يا جماعة طول ما هو طري. ابتديت طبعا ان انا ابتدي اقلب فيه واحده واحده. طبعا هنا هو هنا طبعا المقلايه كانت عفوا، طبعا المقلايه هنا كانت صغيره شويه، فطبعا اخدت كميه طبعا بسيطه، فما فيش اي مشكله لانه طبعا بياخد كميه زيت كبيره. ابتديت ان انا اقلب فيه لغايه ما تحس ان هو بيوصل للون الذهبي اللي انت عايزاه. وكمان لما بنحطه في السيرب اللون الذهبي كمان بيغمق زياده. بس في الاخر هتاكلي احلى شويه بلح شام هينبهروا بيهم ضيوفك كمان على سفرتك. هتبقى حاجه كده منوره شبه الكريستال كده. زي ما انتوا شايفين طلعنا شوية الاولانيين حطيناهم في السيرب بتاعهم وابتديت ان انا اقلبهم. ولو عايز يا جماعة طبعا سيرب تاني بنحط عليه، بسيبه بتاع حوالي 3-4 دقايق كمان في السيرب علشان يتشربوا. احنا ماشيين يا جماعة خطوة خطوة وتركات لازم ناخد بالنا منها عشان نطلع بلح الشام مظبوط. شايفين يا جماعة الرسمة زي ما هي ما ضاعتش. اللي بلح الشام نفسه شارب السيرب بتاعه عامل ازاي. كمان لسه لما نفتح بلح الشام من جوه هتشوفوه عامل ازاي. دي بقى الطلعة التانية بتاعت بلح الشام. طبعا هنا طبعا كمية كانت اكبر شوية، محتفظ زي ما انتوا شايفين بشكله، اللون بذهبي. بجد احلى شوية بلح شام هتاكليهم. بس زي ما انا قلت لكم نمشي على الطريقة والمقادير بالظبط عشان نطلع احلى بلح شام. طبعا احنا قلنا الوصفة بالظبط وقلنا كل الاسرار اللي تخليها تنجح معايا، ومشينا على التريكات بالظبط علشان مش عايزين يا جماعة حاجة تبوظ مننا، ومش عايزين نهدر مقادير. تاخدي من ورايا الوصفة بالظبط تطبقيها وتدعيلي.
خلصنا بقى بلح الشام بتاعنا، سمعنا صوت القرمشة زي ما انتوا شايفين كده، خلصنا الكمية كلها. حطيتها طبعا في القطر بتاعي زي ما احنا متفقين 5 دقايق علشان يشرب السيراب بتاعي. طبعا لو عايز سيراب تاني نبتدي نحط عليه طبعا يا جماعة، لازم عشان هو يشرب طبعا السيراب. فطبعا لو السيراب قليل طبعا تحسي ان هو طبعا ما ينفعش، لازم السيراب بتاعي يكون كتير زي ما انت شايفة كده. واسيبه 5 دقايق علشان يتشرب السيراب بتاعي. اقلب فيه كده كذا تقليبة، وبعد ما يتشرب بعد 5 دقايق ابتدي ان انا اطلعه في حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين كده الصوت الخرفشة دي لازم يبان معايا في بلح الشام، اساسي جدا جدا. وبعد طبعا ما بيشرب زي ما احنا متفقين بنحطه في طبق تاني علشان نبتدي بقى نفتح بقى من جوه البلح الشام بتاعي ونشوف عامل ايه. طبعا هنا بعد ما خلص زي ما انتوا شايفين كده، عندك بقى شوية جوز حطي، شوية زبيب حطي، ابداعي مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان انتي هتاكلي احلى بلح شام. فتحناها من جوه زي ما انتوا شايفين كده، شاربة السيراب بتاعها، حاجة كده جوسي من جوه بجد. الطعم من الاخر هتجربيه وهتدعيلي. احلى بلح شام فعلا هيكون منور كده على سفرتك، بجد حاجة كده من الآخر جوسي مفيش كلام. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات عشان نلاقي كل جديد.